جالي اسئله كتير عن الحلقه دي، علشان كده في فيديو النهارده اقول لكم تفاصيل الاستثمار في البورصه الامريكيه. الموضوع بقى اسهل من اي وقت فات، ده بفضل التكنولوجيا ومنصات التداول على الانترنت. هقول لك على الخطوات اللي تحتاجها علشان تبدا وتحقق اكبر استفاده. واحد، حدد انت اي نوع من المستثمرين. قبل ما تبدا اي استثمار لازم تسال نفسك، هتقدر تكون ناشط وتتابع استثماراتك بشكل دوري ولا هتشتري الاسهم بقى وتنساها؟ الاجابه هتساعدك تحدد استراتيجيه الاستثمار بتاعتك. 2، اختار الوسيط المناسب. اسهل طريقه تشتري بيها الاسهم في البورصه الامريكيه هي عن طريق وسيط تداول على الانترنت. الموضوع سهل زي فتح حساب بنك بالظبط. هتسجل في موقع شركة الوساطة وهيكون في بيانات مطلوب تجاوب عليها زي اسمك ورقمك وإيميلك، وهيطلب صورة من الباسبور وفاتورة باسمك وعنوانك. في شركات بتطلب صافي الدخل وقيمة المدخرات والاستثمارات اللي انت بتستهدفها ومصدر دخلك الرئيسي. بعد كده بتعمل إيداع للمبلغ اللي انت حابب تبدأ بيه وتختار طريقة الدفع اللي تناسبك. 3، حدد الأسهم الأمريكية المفضلة بالنسبة لك. سوق الأسهم الأمريكي مليان شركات ضخمة زي أبل، أمازون، مايكروسوفت، تسلا، لكن في كمان شركات عالمية من الصين واليابان وأوروبا. يعني عندك خيارات كتير وممكن تختار من بين الشركات الكبيرة دي، بس لازم يكون عندك المعرفة الكافية لكل شركة في السوق الأمريكي. وفي مواقع كمان بتساعدك إنك تاخد قرار استثماري صح زي موقع انفستنج وكمان موقع مباشر. 4، التنويع وتقليل المخاطر. حاول تنوع استثماراتك علشان تقلل المخاطر، ولو محفظتك صغيرة ممكن يكون صعب ان انت تنوعها بشكل كبير وممكن تضطر تستثمر في شركة او شركتين، وبالتالي في احتمالية ان المخاطرة تزيد. 5، العمولات والرسوم. غالبا الوسيط بتاعك هياخد عمولة على كل عملية تداول وده هيأثر على ربحك. لازم تكون عامل حسابك كويس لان كل ما بتتداول كتير كل ما العمولة اللي هتتخصم منك هتكون كبيرة. مثلا لو اشتريت 5 اسهم ب$1000 وعمولة التداول مثلا $10 لكل صفقة، هتلاقي نفسك دافع $50 عمولة. يعني لو استثمرت $1000 بالكامل هتكون خسرت 5% من قبل ما تحقق اي ربح، ولو بعت الاسهم هتدفع برضو $50 وساعتها هتكون خسرت 10% من مبلغك. علشان كده لازم تقارن بين الوسطاء وتقرا تقييماتهم، وبالتالي هتختار الانسب ليك. بعد ما تمشي على الخطوات دي هتكون جاهز تدخل سوق الاسهم الامريكي وتبدا استثمارك بثقه. لو عايز اسامي شركات وساطه مرخصه باللغه العربيه قول لي في الكومنتس.